وها نحن مباراة التتويج وحسم الفائز بكأس دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل النادي الأهلي والترجي التونسي في مباراة الذهاب في رادس 0-0. فقبل الدخول في أي تفاصيل وأي حاجة بقى إن إحنا هنقولها، واحد الله كده عزيزي المشاهد وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، وبرضه يعني مش هتخسر حاجة يعني. فبس كده يا معلم ويلا بينا. الصراحة كده مباراة الذهاب ما كانتش على قدر الحدث، ما كانتش بالشكل اللي مستنياه الجماهير من جانب الاهلي ومن جانب الترجي برضه، بسبب الجيم المتحفظ جدا اللي لعب عليه الاتنين مدربين، وتحديدا مدرب الترجي كاردوزو، انه اهم حاجه ما يدخلش فيه هدف على ارضه عشان ما يصعبش على نفسه المهمه في مباراة العودة. من جانب النادي الأهلي اللي كانت وظائف الأطراف بشكل كبير كانت دفاعية أكتر، وده بسبب إن أظهرة الترجي محمد بن علي وبن حميدة بيتقدموا كتير، وثنائي نص الملعب ديستروير أكتر منهم ما بيساهموا في بناء اللعب. يعني هم هيقطعوا كور ويبوظوا هجمات بس دي مهمتهم، وده ساعد على أظهرة الترجي تتقدم، ونص الملعب هيغطي وراهم المساحات. وده اللي ظهر في اخطر كوره في الماتش كله اللي كانت في اول 5 دقايق، وهي اختراق من جبهه علي معلول اللي كان خارج الملعب للاصابه. طبعا بنتمنى له السلامه، قطع جزء في وتر اكيليس، فيعني ربنا يرجعك بالسلامه علولو. والكره اتلعبت عرضيه للمهاجم رودريجو رودريجيز، واستغلاله في الصراعات الهوائيه اللي بيقدر يجيدها بشكل كويس جدا، وطبعا في غفله من دفاع الاهلي، لكن الحارس مصطفى شوبير بردة فعل عالميه يمنع الكره ان هي تدخل جول وتعدي بخير وسلام. عشان كده قابلهم حسين الشحات وبيرسي تاو ان هم بينزلوا في مهام دفاعيه لمسانده اظهره الاهلي، عشان تكون التشكيله الفعليه على ارض الملعب 4-4-2. في الهجوم وسام ابو علي، وجنبه امام عاشور اللي كان بيحاول وكان ليه اكتر من تسديده في الماتش، ولكن برضه امام عاشور ما كانش في افضل حالاته في الماتش. ودي كده كانت رؤيه وتحليل بسيط لماتش الذهاب عشان الحسم يتاجل لمعركه القاهره. فتعالى برضو نتكلم شويه كده عن الماتش وايه اللي هيحصل، وقراءه بسيطه كده بشكل مبسط عن اسلوب الترجي. في البدايه لازم تعرف ان فلسفه الترجي واسلوبه مع المدرب ميشيل كاردوزو اهم حاجه ما يدخلش فيه اهداف، وده كان واضح في مباريات الترجي اللي لعبها. اغلبيه مبارياته الافريقيه يا يكسب 1-0 يا يتعادل 0-0. يعني مثلا في مباراته قدام اسك ميموزا اللي كان في الترجي خلصت تعادل 0-0، وراح هناك في كوت ديفوار في مباراه العوده اتعادل برضه 0-0 وصعد بضربات الترجيح. وفي ماتش سان داونز لعب جيم دفاعي جدا على ارضه ولعب على المرتدات، وفعلا نجح ان هو يسجل هدف عن طريق يان ساسي البرازيلي الثاني، بعد ما المهاجم رودريجو رودريجيز نزل لنص الملعب سحب معاه المدافع عشان يتحرك اوتوماتيك يان ساسي في جمله متدربين عليها في المساحه اللي اتفرغت، ويسجل الهدف الاول للترجي والهدف الوحيد في المباراه دي. ونفس اللي حصل في مباراه الذهاب على ارض الترجي عملوه هناك في ماتش سان داونز على ارض سان داونز. لعب نفس الجيم الدفاعي، نفس اسلوب اللعب، هلعب على المرتده، وفعلا نجح ان هو يسجل هدف ويتقدم هناك على صن داونز وينام على الهدف. بجانب طبعا تألق الحارس امان الله مميش حارس الترجي اللي كان ليه دور كبير جدا في صعود الترجي لفاينل افريقيا، وطبعا كسب صن داونز على ارضه، ودي طبعا من النوادر انها تحصل ان صن داونز يخسر على ارضه. وبالظبط ده اللي هيعتمد عليه الترجي في مباراة القاهرة. والله عارف يخطف جون من مرتدة، ولا يجيب جون من ضربة ركنية، او يلبس حد ضربة جزاء يخلص الماتش على كده. تحديدا ان ماتش القاهره الاهلي هو اللي مطالب ان هو يبادر بالهجوم، لكن في مشكله كبيره جدا لكولر في مباراه العوده، هي طبعا اصابه علي معلول مفتاح صناعه اللعب للاهلي، مفتاح الاهداف، اهم عنصر في الخروج بالكوره، اهم مسددين الضربات الثابته في الاهلي. فانت لك ان تتخيل كل دي اهميات لعلي معلول في الملعب بجانب دوره القيادي كمان. يا ترى كولر هيحلها ازاي اصلا؟ والله يا كولر طبعا في ظل ان مفيش عمر كمال عبد الواحد القائم باعمال الباك الشمال في الاهلي، انت يا اما تلعب برضه بكريم فؤاد زي ما عملت كده في مباراه الذهاب، يا اما يحصل سيناريو نفس اللي حصل في الابطال اللي فات النهائي، الشناوي غاب ولعب مصطفى شوبير وتألق جدا. بتكلم على مباراه الذهاب، فهل ده مثلا يكون سيناريو مشابه ونشوف كريم الدبيس ويكون الماتش ده مولد باك شمال عصري يكون هو خليفه علي معلول بقى، ولا نروح نجيب ده ولا نجيب ده؟ اما تلعب بكوكا اما خالد عبد الفتاح. بس طبعا خالد عبد الفتاح دي استبعدها شويه، لان خالد عبد الفتاح الباك الشمال اللي هو هو لعبها بس هيكون دفاعي، يعني مش هيتقدم معاك في الهجمه، يعني كده انت هتعتمد على الوينجرز بس. هنشوف بقى كولر هيعمل ايه. فبس كده يا معلم، دي كانت يعني حاجات بسيطه كده عن الماتش.
تنساش لو عجبك الفيديو يعني ايه تابعنا كده ايه ودوس لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. بس كده يا معلم اهم حاجه وحد الله وصلى على النبي كده عليه الصلاه والسلام قبل ما نختم الفيديو. بس كده يا معلم سلام.